السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ورجعت لكم بعد غياب، وكانت فترة ما يعلم بها غير ربنا، والحمد لله. ربنا بيرخي علينا الصبر على قد ما بيجيب لنا كل حاجة. ده الحمد لله يا ولاد. وربنا يخليكم ولادكم ويكفيكم شر المرض ويشفيكم ويعافيكم وما يخسر لكم عزيز ولا غالي على قلبكم أبدا. اللهم آمين يا رب. ولا حد يشوفها، لا حبيب ولا عدو. يا رب ما حد يشوفها لا حبيب ولا عدو. والحمد لله، دايما المؤمن مصاب، والحمد لله على كل حال. احنا رجعنا طبعا بعد حبايبي كتير على الواتس وعلى يلا يا ام حسام وحشتنا يا ام حسام. قلنا يلا نتكل على الله ونشوف اكل عيشنا ورزقنا ورزق ولادنا، ونسعى على اكل عيشنا. والحمد لله على اللي يجيبه ربنا، قدر الله وما شاء فعل. وان الله وانا اليه راجعون. النهارده انا قلت هاجي اعمل الروتين بتاعي النهارده يوم الجمعه، وهنتكلم مع بعض شويه ونسعى مع بعض كده النهارده يا ولاد. عايزه اقول لكم كلمتين. والله العظيم الدنيا ما مستاهله. الدنيا مش مستاهله حد يشيل من حد، حد يزعل من حد، حد يأذي حد حتى لو بكلمه. بصوا، الموت بياخد مننا اعز الحبايب في طرفه عين. عارفه مجرد ما تغمضي وتفتحي تلاقي الخبر جايلك، تلاقي اعز الناس على قلبك راح منك. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحمد ربنا على كل حال، ان ربنا دايما بيرخي الصبر على قد ما بجيب النصيب. والحمد لله على كل حال. والله يا ولاد، اللي يعرف ان محد يزعل لا من جار ولا من اخ ولا من اخت ولا من اي حد يكون، ولا حد يأذي حد بكلمة، ولا حد يزعل حد بحاجة. يعني الواحد يقول يا رب، يا رب اهدي يشفي كل مريض، واشفي كل وارحم امواتنا جميعا يا رب. والله انا ما انا عارفه اقول ايه من اللي مرينا بيه. صدمة عمرنا. يعني بصوا، عبارة عن اسبوع كل يوم بقى ندفن واحد، وعبارة عن اسبوع في ساعتها في ثانية كده. قدر الله وما شاء فعل. واللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا احسن منها يا رب. اللهم امين. اللهم امين. احنا عملنا الروتين بتاعنا النهارده. ابو حسام راح جاب لي حاجات كانت ناقصاني، يعني ما كترش. امبارح العربيه معديه لقينا الطماطم عليها ب4 و5 جنيه. جاب لي بس حاجات خفيفه كده النهارده. جاب لي طلبات بتاع نبي نسيت يا ولاد. جاب لي المهم الحاجات اللي ناقصاني، وعندي بدنجان وعندي حاجات وعندي فرخه غسلاها ومنضفاها اهي. انا مش هعمل غير نصها، لان والله ان الواحد بيمسك الورك ما بياكل منه غير نسيره وبيفضل بحاله، وما فيش الا انا وهو. قلت له هطبخ، وحتى طبخت ولقيت حسام ابني جاي، وبعد ما خلصت كمان قلت يلا رزقك ونصيبك. المهم هولع على نص فرخه يا دوبك، وعملت ونعمل بقى شويه خضار، ونعمل شويه اللهم صل على النبي، رز ابيض عشان هعمل عليها فته. وهعمل ايه تاني يا ولاد؟ وهعمل طبق مكرونه. بعمل الطبق المكرونه ده عشان احيانا ادم الاجاني يقول لي عندك مكرونه يا تيتا؟ بموت في حاجه اسمها مكرونه. وكمان انا عندي مشوار بكره، قلت هعمل مكرونه عشان حتى لو اتاخرت في المشوار اللي انا فيه يا دوبك اجي نسخنها ونتغدى. ماشي ماشي. انتوا عارفين يا ولاد انني من رمضان بمر بحاجات ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انا مش عارفه انا عايشه لحد دلوقتي ازاي. اه والله العظيم. يعني شوفوا، طول شهر رمضان ده خدته نايمه في فرشتي اللي بعده. والله انا ما قمت من فرشتي الا يوم حادثه بنت اخويا. يعني انا صورت لكم باين فيديو باين واحد، وكنت اصوره وارجع انام. انا ما قمتش من فرشتي غير يوم اللي خلاني طلعت من بيتي. ما كنتش بطلع غير للدكتور. والله ده اللي قومني وطلعنا نجري يومها. ومن يومها زي ما انتوا عارفين بقى المراحل اللي مرت بنا، والحمد لله. يا ريت يا ولاد والله الواحد يعمل حساب لحظة زي دي في ثانية كده. البني آدم بروح في غمضة عين. يعني يا ريت نراعي بعض، محدش يقول كلمة لحد تجرحه، محدش يعمل حاجة في حد وحشة.
لان والله عملكوا ده هيقعد لكم. فبلاش نجرح بعض ونيجي على بعض ونقسى على بعض. اعز الناس راحوا من ايدينا من غير ما بنعرف نعمل حاجه، وقضى ربنا ولازما ينفذ. لا حيله في الموت، لا حيله في المرض، ولا شفاعه في الموت. يعني بصوا، ربنا اللي رايده هيكون. مهما عملتي ربنا اللي رايده هيكون. والحمد لله عندي شويه طماطم وعندي شويه فلفل احمر اهم هضربهم فيهم، هسبكهم، هعمل منهم البسله وهعمل منهم المكرونه. ولو فات حاجه بعينها ايه في التلاجة او في كيس بفرزه في الفريزر. الطماطم اليومين دول بالهبل ورخيصه وعامله زي التفاح الامريكاني. استغل الفرصه دي، وهاتي وخزني وسبكي وتربي في جروبي في الفريزر. بتيجي في وقت في الشتاء بتلاقيها ب20 جنيه، ب25، ب30. انتوا عارفين الطماطم السنه دي واللي عملته فيكم واللي عملته فينا السنه دي. انت لو مفرزاها والله ما بتشيلي هم حاجه. عندي بسله احط عليها بصله مرته وشوحتها، واحط عليها معلقه توم واحط عليها التسبيكه بقى ونسيبها تتسبك وتستوي. اهو اتسبكت. هاخد بقى شويه تسبيكه اسيبهم شويه احطهم على اللهم صل على النبي على البسله تستوي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انتوا عارفين يا ولاد، الواحد لما يكون متكتف مش قادر يقضي مصلحه، اقسم بالله الواحد ما قادر يقوم من مكانه حتى يعمل مصلحه. احداث بتدور قدام الواحد بيخلي الواحد يأسان من كل حاجه. يعني انا الواحد عارف ربنا وبصلي وعارف ان قضاء ربنا. يعني بيتهيألي كان الواحد يتهبل يا ولاد. ولحد دلوقتي انا بيتهيألي ان انا في حلم او نايمه وهصحى. اه والله بيتهيألي ان انا بحلم وهصحى. وسبحان الله، اللي ربنا كاتبه هنشوفه. وهي ما تغلاش هي وعيلة على خلقها. بس هو يعني الفراق والألم كان صعب علينا قوي قوي قوي. الحمد لله، ربنا ما يوريها لا العزيز لا حبيب ولا العدو. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. الحمد لله. جبنا بقى شويه مكرونه سباكيت على شويه مقصوصه اهو وعملتهم. اي هسلقهم واقلب عليهم شويه الصلصه، وكان الله بالسر عليه. انتوا عاملين ايه؟ والله العظيم انتوا كل رسايلكم. انا بصراحه ما بقتش اقدر اقرا والله تعليقات، ولا بقدر ابص حتى في التليفون، لان عينيا زي ما يكون انتي حاطه فيها شطه. يعني احيانا والله العظيم ما بقيت اقول لبنتي بصي كده على التعليقات يا بنتي اقراها لي. تبص وتقول لي يا ماما بقول لك كذا وبطلب كذا وارجعي يا ماما. قلت لهم والله، قلت لها انا بس استرد قوه شويه حتى ارجع اقدر اتكلم. والله كل اللي بعت لي على الواتس وكل اللي بعت لي على الفيس وكل اللي بعت لي رسائل هنا على دماغي من فوق. انا عارفه ان انتوا بتحبوني وبتعزوني، بس كان غصب عني والله العظيم. يعني كان غصب عني ان انا اقدر حتى ما كنتش قادره اتكلم والله. وكمان انا جت تعبت، نفسيتي تعبت من اللي حصل، وجت بركت تاني. بقيت انام بالاسبوع. والحمد لله. ده الحمد لله يا ولاد على اللي يجيبه ربنا. نحمد ربنا على كل حال. وربنا يصبر قلب امها وابوها وجوزها يا رب. اللهم امين. وصبر قلبنا يا رب. خلصنا هو حاجتنا بسرعه. شايفين عملت نص الفرخه وعملت. والله الناس بتطبخ الاكل وبفضل في التلاجة بالكام يوم. عشان كده مرضتش اكتر يعني اطبخ فراخ كتير. قلت لا، لما اطبخ انا النص التاني بكره يبقى طازه بدل ما يتركن في التلاجة. تعالوا بقى نعمل لقمه فتة. حتى تغير طعم الاكل شويه عن الرز والشوربه والخضار والكلام ده. اهو نصفر بس التومه كده، واروح نازله بالعيش وعليه معلقه خل. بس يا عسل، يا التومه اصفرت اهي. ايوه رغيفين عيش بس عملتهم اهو. واحط معلقه خل يلا. بس كده. لسه بقى اطشها بالشوربه. والله وحشتوني ووحشني الكلام معاكم. كتير بيقولي انت بتطبخي اللي هي بتاع اسمها ايه ولاد الفت. طب بس جربوها بالطريقه دي
والله العظيم انتوا ما تبطلوا تعملوها زي كده. يعني الناس مش ناقصه دهون، احمر عيش في زيت وارجع اطلعه، لا. جربوها بالطريقه دي اهي، هتلاقوها خفيفه، بحط فيها معلقه صلصه اهي، هتلاقوها خفيفه وحلو، وتاكلوا منها ما تشبعوش، عن التانية اللي هي بتبقى تقيله ومحمرين العيش في زيت والكلام ده كله. انا بحمر العيش في الفرن البوتاجاز، يا اما بحمره على عينة البوتاجاز من فوق وهرسه كده زي ما انتوا شايفين، واروح عاملاه. بس انا بحب اسويها كده بقى في الشوربه، واللي جربها يبقى قولي ايه رايكم فيها. اهو كده خلصنا، نغرف بقى. يلا يا قلبي اهو، حط لقمه الفته، وعامله رز ابيض بقى هحطه على وشها. انا دايما لما اجي اطبخ يا ولاد بعمل حساب الغايب، يعني دايما ازود مثلا رز، ازود خضار، ازود. والفراخ عندي هي، يعني لو حد طب عليا اروح مولعه عليهم في ساعتها. دايما اعمل حساب الغيب. حد ابني في سفر وطب، وفعلا لقيته جاي داخل بيقول ان جه ضيف معدي مثلا صاحب ابو حسام حد. دايما اعملوا حساب الغيب. اهو المكرونه اللي انا عاملاها جبت منها طبقين اهو، عشان خاطر ايه يبقوا على الاكل، اللي حابب ياكل منها ياكل، واللي ما كانش هتتعن لبكره تاني. اهو وكده جهزنا غدانه، وقضينا اليوم بتاعنا النهارده، يوم السوق اهو، فته ورز وشوربه ومكرونه والفراخ المحمره والبسله، عملت بسله اهي، وعملت ليمون مخلل اللي هشوفه جامد ازاي يا ولاد، عندي بقاله يجي سنه. اهو كده يومنا خالص. وبعد ما خلصنا واتغدينا، انا داخله على ابو حسام الاوضه، لقيته عمال يا اختي يلعب في القطه. شفت القطه دي بتاعت حبيبه قلبي جانا رحلها، دي راحه البحيره. اه والله. شايفين ابو حسام متعلق بها تعليقه، شوف بتعمل معاه ازاي، عماله تلعب معاه وما بطلوش لعب. اهو كل ما بتلاقيها طالع على السير تطلع تناوله وتصحيه وتقعد تلعب معاه. عايزين ندعي لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذريه الصالحه ان ربنا يكرمه ويرضيه، اللهم امين يا رب. وما تنسونوش دايما معاكم بالدعاء، لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. ما تنسوش دايما تلغوا الاشتراك وتشتركوا تاني، عشان الفيديوهات بتاعتي اللي انزلها الاشعار يوصل لكم. اقف جنبي نقف على رجلنا من اول وجديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.